يسعدني طبعا يكون مع النجم المصري محمد صلاح. محمد، ألف مبروك. المباراة كانت مهمة تحاول فيها الانتصار، لكن انتصار ب7 أهداف ما حدا كان متوقع هالشيء. اكيد طبعا فرقه مانشستر بتأدي بشكل كويس الفترات الاخيره، بس احنا كنا نازلين نكسب الماتش. اهم حاجه بالنسبه لنا، بس النتيجه طول ما انت بتسجل، اللعيبه كلها كانت طمعانه النهارده انها تسجل اجوان اكتر، بس الحمد لله قدرنا نسجل 7 اجوان، ودي نتيجه هايله. اتمنى بس انها تدينا دفعه وما تخليناش واثقين اكتر من اللازم، ونبدا الماتشات الجايه نركز وناخد ماتش بماتش، ويا دوبك نكسب الماتشات اللي احنا محتاجينه عشان نفنش في التوب فور ان شاء الله. طب السؤال، كيف تمكنتوا من الفوز ب7؟ لأن اليونايتد فريق صعب جدا ومتألق كان بالفترة الأخيرة، كيف قدرتوا تسجلوا كل الأهداف؟ افتكر ان احنا بس استخدمنا الفرص اللي جات لنا بشكل كويس. اللعيبه كلها كانت الفينشنج بتاعنا النهارده كان هايل، وده ساعدنا بشكل كبير في الفرص اللي احنا رحنا بيها، وكنا موفقين في معظمها. وطبعا انه الاهداف تاتي من الثلاثي الهجومي، بدايه من جاكبو، من داروين، منك، وكمان حتى بوبي الشخص المحبوب جدا، فهذا يوم مثالي مو؟ اكيد طبعا. انا اصلا كلنا لما جبنا جوان من الاول، وبابي اول ما نزل هو وجوتا، بصراحه كنت عايزهم الاثنين يجيبوا جوان، بس يعني واحد فيهم جاب، الفرقه كلها مبسوطه ليهم، واتمنى ان شاء الله نفضل مركزين على زي الفتره اللي فاتت دي ونكسب الماتشات الجايه. طبعا كان لازم نسعى على المباراه، بس ما فينا ننكر اليوم يوم تاريخي بالنسبه لك، تصبح الهداف التاريخي لليفربول، خطيت روبي فاولر، شعورك بهالانجاز؟ مش قادر اوصفه لك، بس تقريبا ده يوم من احسن ايام حياتي. عملت حطمت رقم بالنسبه لي كنت بسعى عليه من اول ما جيت النادي. اتمنى ان شاء الله دايما افضل اسعى للارقام التاريخيه، بس اهم حاجه نكسب بطولات طبعا مع الفرقه، بس يوم سبيشال بالنسبه لي يعني. وطبعا مانشستر يونايتد حيكونوا كثير زعلانين كل مره بيشوفوا فيها اسمك، انه صرت دائما تسجل فيهم اهداف. محظوظ بحاجه زي كده، دايما ببقى مبسوط ان انا لما اجيب جوان في ماتشات كبيره وساعد الفرقه انها تكسب الماتشات يعني. محمد، شكرا جدا على وقتك. شكرا.